السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ننتقل إلى أهم العناوين. برشلونة يبحث عن ظهير أيمن في فرنسا. رونالدو يلاحق ميسي في فندق إقامته. كاكا يحث نيمار على الانتقال لريال مدريد. إليكم أبرز أخبار الرياضة التي نقلتها الصحف الإسبانية. بدأ مسؤولي نادي برشلونة التفكير في أهم المراكز التي تحتاج إلى صفقات خلال الموسم المقبل، خصوصا مركز الظهير الأيمن الذي كان أحد نقاط الضعف الكبيرة في النادي الكتالوني خلال الموسم الماضي. وحاول المدير الفني فالفيردي تغيير مركز سيرجيو روبرتو من وسط الملعب للاستفادة منه في هذه الجبهة، حيث حاول كثيرا لكنه كانت لديه الكثير من نقاط الضعف. وكانت إدارة برشلونة قد تعاقدت مع اللاعب سيميدو ليكون هو اللاعب الأساسي الذي يعتمد عليه المدرب، لكن لم يستطع اللاعب إثبات قدراته ليفضل المدرب روبرتو من جديد. وبدأت الإدارة توجيه تفكيرها إلى الدوري الفرنسي للتعاقد مع ظهير أيمن بعد تجربة اللاعب الفرنسي أبيدال الذي كان من أفضل الأظهرة في العالم عندما تواجد في الفريق الكتالوني. ويتابع كشافي النادي معظم اللاعبين في كأس العالم لاختيار أفضلهم، لكن التركيز أكثر على المنتخب الفرنسي واللاعبين المتواجدين بالدوري هناك، وذلك من خلال عدة شروط أصر المدرب أن تتواجد في اللاعب، أهمها قدرته على اللعب تحت الضغوط والمنافسة بالدوريات الكبرى. الجدير بالذكر أن إدارة برشلونة تبحث عن عدة صفقات أخرى على مستوى خط الوسط وخط الهجوم، لكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن أي صفقة رسمية. يبدو أن صراع النجمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي بدأ يأخذ حيزا جديد في كأس العالم، حيث أشارت بعض الصحف أن المنتخب الأرجنتيني سيقيم في فندق يطل على جدرية للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال استعداده لدور 16. الأرجنتين خاضت آخر مباراة لها في دور المجموعات بالأمس ضد نيجيريا، حيث فازت بنتيجة هدفين مقابل هدف، وضمنت التأهل للدور الثاني من كأس العالم لكن بشق الأنفس. ميسي عاد للتألق من خلال لقاء نيجيريا، حيث سجل الهدف الأول في اللقاء بطريقة رائعة قبل أن يعدل فيكتور موسيس النتيجة من علامة الجزاء في الشوط الثاني. ماركوس روخو قتل المباراة في الدقيقة 85 بتسديدة رائعة من داخل مربع عمليات نيجيريا ليصعد ببلاده للدور المقبل، حيث تلعب مع فرنسا متصدر المجموعة الثالثة. وخلال الدور القادم سينزل المنتخب الأرجنتيني في فندق جديد يسمى راداما. هذه الفندق يطل على بناية تحمل جدرية كبيرة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سيواجه أوروغواي في دور 16. وأيضا من نفس السياق من إسبانيا، حث نجم ريال مدريد السابق والمنتخب البرازيلي كاكا موطنه نيمار دا سيلفا بالانتقال لريال مدريد الإسباني، إذ كانت لديه فرصة وتعاطف كذلك مع الهالة الإعلامية التي تحاصره. الأنباء عن انتقال نيمار إلى ريال مدريد بدأت تظهر في نهاية الموسم الماضي، عندما أعلن اللاعب عن حزنه بالانتقال لباريس سان جيرمان بعد موسم واحد من انتقاله مقابل 222 مليون يورو قادما من برشلونة، لتبدأ الصحف ربطه بالنادي الملكي. كاكا الذي لعب لريال مدريد في الفترة من عام 2009 إلى عام 2013 حث نيمار على الانتقال لريال مدريد في صحيفة لا غازيتا ديلو سبورت، حيث قال: هذه الأمور في الغالب شخصية وترجع للاعب نفسه. الناس ستقول أنه استخدم باريس سان جيرمان للانتقال لريال مدريد. وتابع قائلا: لكن إذ كانت رغبته في الانتقال لريال مدريد فعليه إتمام ذلك، عليه أن يكون
مستعدا للسيطرة على الوضع. وأضاف قائلا: نيمار أيضا عليه ضغطا كبيرا كونه نجم البرازيل الأول، نحن نتحدث عنه في الإعلام بكافة الطرق عن مستواه، عن جودته، عن حقائبه وقصات شعره. أن تكون لاعبا مشهور أمرا صعب. واختتم قائلا: نيمار لاعب وصل لعمر 26 عاما، هو وصل لنضج العقل والذهن الكافي، هو مرشح للكرة الذهبية، لا يجب أن نحكم على كل شيء في حياته.